كشف الصحفي الفرنسي فابريس هوكنز عن تفاصيل مثيرة للأزمة التي اندلعت داخل أروقة ريال مدريد بين النجم الأورجواني فيدريكو فالفيردي وزميله الفرنسي أوريليان تشواميني، في واقعة خلقت حالة كبيرة من التوتر داخل الفريق خلال اليومين الماضيين. وبحسب ما تم تداوله، بدأت القصة خلال الحصة التدريبية التي أقيمت أمس، عندما تدخل تشواميني بقوة على فالفيردي أثناء إحدى اللقطات الفنية في المران. ورغم أن التدخل لم يكن متعمداً، إلا أن شدته أثارت غضب فالفيردي بشكل واضح، لتنشب بين اللاعبين مشادة كلامية حادة أمام بقية زملائهما والجهاز الفني، قبل أن يتم احتواء الموقف سريعاً. لكن التوتر لم يتوقف عند هذا الحد، ففي تدريبات اليوم التالي حاول تشواميني تهدئة الأجواء والتقرب من فالفيردي من أجل الاعتذار عما حدث في اليوم السابق، غير أن الأخير رفض الاعتذار ولم يبدي أي رغبة في إنهاء الخلاف، ما زاد من حالة الاحتقان بين الطرفين قبل انطلاق المران. وخلال التدريبات بدا واضحا أن الأجواء لا تزال مشحونة، حيث قام فالفيردي بتدخل عنيف ومتعمد على تشواميني في إحدى الكرات المشتركة، الأمر الذي دفع ألفارو أربيلوا إلى التدخل بشكل مباشر لتهدئة الموقف ومنع تطور الأمور داخل الملعب التدريبي. وتشير التقارير إلى أن أربيلوا حاول احتواء الأزمة بوضع اللاعبين في نفس الفريق خلال التقسيمة، على أمل إعادة الانسجام بينهما، إلا أن علامات التوتر والغضب استمرت واضحة طوال الحصة التدريبية. وبعد انتهاء التدريبات انفجر الوضع بالكامل داخل غرفة الملابس، حيث تجددت المواجهة بين اللاعبين وتحولت إلى شجار قوي وسط حالة من الفوضى، ما استدعى تدخل عدد من لاعبي الفريق وأفراد الجهاز الفني للفصل بينهما ومنع تفاقم الاشتباك. ووفقا للتفاصيل المتداولة، تعرض فالفيردي للسقوط خلال العراك ليرتطم رأسه بقوة ويفقد وعيه للحظات، الأمر الذي أثار قلقا داخل النادي، ليتم نقله سريعا إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، فيما رافقه أربيلوا لمتابعة وضعه عن قرب. وتشير المصادر إلى أن إدارة ريال مدريد تنظر إلى الحادثة بجدية كبيرة، خاصة أن ما حدث يتعارض مع انضباط الفريق وصورته داخل النادي، ولذلك من المنتظر أن يتم فتح تحقيق داخلي وفرض عقوبات تأديبية بحق اللاعبين المتورطين في الواقعة، في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع تأثيرها على استقرار غرفة الملابس خلال المرحلة المقبلة.